للأسف مفهوم الحرية في مجتمعنا بالنسبة للست ان هي تلبس اللي هي عايزاه، تلبس مفتوح، تلبس عريان، تلبس بنطلون مقطع كله من فوق لتحت، فستان ظهره كله مفتوح، تلبس شفاف. ده مفهوم الحرية بس بالنسبة للبنت، وان هي تدخل وتطلع براحتها، اجي متأخر براحتي، انا حرة، محدش ليه حاجة عندي. ومفهوم الحرية بالنسبة للراجل ان هو يعرف بنات براحته، يصاحب كذا واحدة، يعرف بنات او ستات وهو متجوز، مفيش مشكلة. ودي مشكلة كبيرة، ده مفهوم خاطئ للحرية. احنا المفروض الحرية بالنسبة لنا تكون حرية تحرر الفكر، مش نتحرر من هدومنا. تحرر الفكر ان احنا نتحرر من المفاهيم الغلط، العادات الغلط الموروثة، هي دي اللي نتحرر منها ونغيرها. زي مثلا ان الست ملهاش غير جوزها، ملهاش غير ان هي لازم تتجوز. لا، الكلام ده مش مظبوط. الست ممكن تبقى وحدها وتشتغل وتعمل كارير وتعتمد على نفسها وتسافر وتروح وتيجي وتعيش من غير راجل. لازم نغير المفهوم دوت، المنظور دوت اللي احنا وارثينه من سنين. هو ده التحرر، تحرر الفكر لازم نغيره. او ان مثلا ان الست يعني لما تيجي تورث لازم الاخ يورث ضعفها، الولد يورث ضعف البنت. طبعا دي حاجة غلط جدا، لان اولا البنت زي الولد، وبل بالعكس في مجتمعنا دلوقتي البنت شايلة اكتر من الولد، الست بتشيل اكتر من الراجل. فليه تتظلم وليه هي تاخد ان هي تورث فرد واحد وهو ياخد فردين؟ الكلام ده غلط، لازم نقضي عليه. الحرية ان احنا نتحرر من فكرة ان مش اي وظيفة ينفع تشتغل فيها الست. لا، الست تقدر تشتغل في اي وظيفة، ينفع تشتغل ان هي تبقى قاضي، ينفع تشتغل في الشرطة. دلوقتي في ستات بتشتغل على عربيات، بتشتغل سواقة. في ستات دلوقتي مجددا بقت بتقف في ورش وبتشتغل. الست ممكن تشتغل اي حاجة، بلاش نحصرها دايما في المفهوم الضيق ان هي ست فهي ضعيفة، فهي في حاجات ما ينفعش تعملها. لا بالعكس، في ستات جوازها بيحصل لهم اي ظرف فما بيشتغلوش، يقعدوا في البيت، وهي اللي بتبقى بتشتغل بره وجوه، وهي اللي بتصرف على البيت. فيا جماعة احنا محتاجين نبص تاني لمفهوم الحرية، لمعنى الحرية. يا جماعة اتحرروا من الافكار الغلط، المفاهيم الغلط، قبل ما تتحرروا من هدومكم.